السلام عليكم، معكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده شويه نلعب مع بعض لعبه ريد ديد ريديمشن 2. كنا قطعنا يعني فتره كبيره في القناه وكده، بس ان شاء الله النهارده هنبدا بدايه جديده، والنهارده اول فيديو في القناه. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا زي ما انتم عارفين يا شباب، دي مش بدايه اللعبه، يعني بدايه اللعبه بتكون اصلا في المكان التلجي او الجبل التلجي اللي بيكون هناك ده خالص، وبيكون بعيد جدا يعني عن المدينه اللي احنا فيها دلوقتي. وبيكون كل مكان متجمد اصلا، حتى الشجر والارضيه وكده بيكون كل حاجه متجمده. رايح فين يا معلم؟ فانا قلت يعني اعدي شابتر 1 مع نفسي وبعد كده نبدا اللعبه مع بعض في القناه. ودلوقتي احنا في شابتر 2، والمفروض ان في مهمات بقى لازم نعملها موجوده هنا بعيد عن الجبل التلجي بقى خالص. فخلينا نفتح دلوقتي الخريطه ونشوف المهمه اللي احنا هنعملها مثلا موجوده فين. طبعا زي ما انتم شايفين دي الخريطه وكبيره جدا زي ما انتم شايفين، وكمان في كمان لسه حاجات ما اتفتحتش، يعني في اماكن كتير لسه ما استكشفناهاش. بس هنا المخيم بتاعنا اللي هو عند العلامة السوداء، وفي 4 مهمات بس موجودين هنا. فخلينا نختار مثلا منهم واحدة اللي هي وليكن دي مثلا، ونروح عندها ونشوف هنعمل فيها ايه. والله يا شباب لقيت واحد يعني مسجون تقريبا وعايزني اساعده، وعمال ينادي عليا، والاتنين دول تقريبا بيقولوا لي امشي. فمش عارف اساعده ولا لا، بس يعني انا هورط نفسي ليه. مع السلامة. وانا من بدايه اللعبه مش عايز اتسجن يا شباب، يعني ممكن يحطوني في السجن معاه ونتكل على الله وما نعرفش نعمل ولا اي حاجه. فخلينا دلوقتي نروح مهمتنا وما نساعدش حد ولا اي حاجه، نبقى نساعدهم بعدين يعني لما نبقى احسن من كده شويه. والله في واحد هيعدي قدامي بس معاه القطيع بتاعه، فنسيبه كده ياخد راحته يعني، وبعد كده نعدي احنا. ومين اللي جاي وراهم ده مش عارف بصراحه. طيب ما علينا، دلوقتي احنا قربنا من المخيم يعني تقريبا خلاص وصلنا، لان هي دي الدخله بتاعته يعني. وطبعا كل داتش موجود فوق اللي هو رئيس العصابة بتاعتنا، وكلهم موجودين هنا فوق. وده طبعا المكان اللي بنحط فيه الحصان بتاعنا يعني، فممكن نحط الحصان هنا كده. معلش. وبعد كده نشوف هنعمل ايه هنا يعني، بس تقريبا المخيم ما فيهوش حد، هما تقريبا سافروا ولا ايه؟ لا في ناس اهي. طيب دلوقتي بيقول لي اعمل المهمة اللي هي على حرف الكي اللي احنا حددناها. بس طبعا في المخيم جوه ما ينفعش نمشي بسرعة، يعني لازم نمشي كده محترمين شوية. عايز يعمل حاجة. طيب هي المهمة هتكون مع الشخص ده، لأن احنا ده جبناه من الشابتر 1، من المهمات اللي احنا عملناها في شابتر 1 يعني، والمهمات اللي احنا عملناها عند الجبل الجليدي وكده. فالراجل ده تقريبا جه معانا يعني على حسب ما افتكر، وهنشوف دلوقتي هنعمل له ايه. طبعا يا شباب ده داتش اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو رئيس العصابة، وتقريبا احنا بنحقق مع الراجل ده، عايزين نعرف منه حاجة يعني. تمام احنا دلوقتي فكيناه وبيقول لي امشي وراه، بس مش عارف هو هيوريني ايه او هيعمل ايه بالظبط. دلوقتي طالعين من المخيم وهو دلوقتي هيرشدنا لطريق معين، يعني هنشوف هيودينا على فين. المشكله يا شباب ان انا بعمل سكيب لكل المشاهد اللي في اللعبه، فمش عارف لو كانت المشاهد دي مهمه يعني ان انا افهم القصه ولا لا. فلو كانت مهمه يعني ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات برضو عشان ما اعملش سكيب بعد كده واطلعها لكم برضو في القناه يعني. ولو عجبكم اللعبه اكتبوا لي تحت في الكومنتات اعملها سلسله، وان شاء الله اعملها سلسله في القناه كامله ان شاء الله. تمام دلوقتي هو عمال يقول لنا على المكان اللي احنا المفروض نروحه، ومش عارف بصراحه احنا رايحين على فين يعني. المكان ده بعيد شويه عن المخيم، وبعيد كمان عن المدينه اللي احنا كنا فيها من شويه. لحظه، انا تقريبا شايف حاجه ان في مدينه تانية احنا رحناها دلوقتي غير المدينه اللي احنا كنا فيها. اللي احنا كنا فيها كان اسمها فالنتاين، لكن دي مدينة تانية خالص مش عارف دي اسمها ايه. تمام هو برضه خلينا نبعد عنها، يعني مدينة سيبناها ورانا، وبرضه ماشيين في الاتجاه يعني عكس المدينة. فمش عارف برضه احنا رايحين على فين بالظبط. طبعا اللي ما يعرفش الشخصية اللي انا بلعب بيها اسمها ارثر مورجان، وهي دي الشخصية بتاعت القصة اصلا كلها اللي في ريد ديد يعني، اللي في ريد ديد ريديمشن 2، لان الجزء الاول كان فيه شخصية تانية. تمام بيقول ان احنا قربنا من المكان اللي هو عايزنا نروحه، وبيقول ان احنا هنسيب الاحصنه بتاعتنا هنا تقريبا وهنمشي بعدها على رجلينا يعني. تمام دلوقتي قال لنا ننزلوا من على الاحصنه، والمكان اللي احنا هنروحه بعد الجبل ده بالظبط. فخلينا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هو ماشي طبعا في المقدمه لان هو اللي عارف الطريق واحنا ماشيين وراه. طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا كل اسلحتي، يعني معايا القوس والسهم ومعايا الحبل ومعايا السكينه ومعايا المسدس الصغير. معايا كل حاجه يعني الاسلحه اللي انا ممكن اكون محتاجها. تقريبا من اللي انا فهمته من كلامه ان احنا بندور على حد من الاودريسكلز. الاودريسكلز دي كانت عصابه تانية، وبندور على حد منهم يعني، وان الحد ده موجود في البيت اللي هو بيوصفه لنا دلوقتي. تمام هم تقريبا عصابه يا شباب مش واحد بس، يعني في ناس كتير اصلا شايفها واقفين، فالمفروض ان احنا يعني نروح نقتلهم. فهو دلوقتي بيخيرني ان انا اخد المقدمه يعني، وانا اللي بادر واروح اضرب الاول، ولا هم اللي ياخدوها. طبعا انا اللي هروح يعني، فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. خليني بس اخد يعني حاجه ما تعملش صوت زي مثلا القوس ده، ونصوب عليهم. يعني هم طبعا واقفين هنا زي ما انتم شايفين بس مش واخدين بالهم مني. بس انا مش عارف لو صوبت على واحد هل هعرف اصوب على التاني ولا لا. صوبت على واحد والله، وصوبت على التاني، والتالت يا شباب واقف هنا والحمد لله مش عارف اصلا يضربني. انا تقريبا لفت نظرهم كلهم يعني، معلش. تمام طالما خلاص اتلفت نظرهم، فخليني بقى اخد المسدس بتاعي الكبير ونضرب بيه يعني على الجريسكلز وكده.
طبعا زي ما انتم شايفين هم عددهم كبير جدا اصلا، ومش عارف اصلا انا معايا كام واحد بالظبط. يعني اصلا اللي احنا كنا جايبينه معانا ده مش معاه سلاح، فكم واحد بيساعدني اصلا؟ تقريبا 4 او 3، وهم كتير قوي يعني. في قدرة عندي ان انا ابطئ اللعبة كده واخليه يعني ان هو يضرب بسرعة قبل ما هم يتحركوا. فالقدرة دي برضو بتفيدني احيانا عشان الاعداء بيكونوا بيتحركوا بسرعة وانا مش عارف اضربهم يعني، فممكن اعمل القدرة دي زي كده وبعدين اضربهم يعني بسرعة. انا طبعا عمال اقرب منهم ومن المخيم بتاعهم، وقربت جدا يعني. وباي باي يا عم الحاج، مع السلامة. والله يا شباب عددهم كبير جدا وعمالين يضربوني يعني ويضربوا اصحابي، واحنا اصلا 3 بس ولا 4، وهم عددهم كبير جدا مهما نموت فيهم مش راضيين يخلصوا يعني. زي ما انتم شايفين في واحد هناك بيهرب اهو. هما تقريبا خلاص خلصوا وده اخر واحد يعني، فهحاول اجري وراه كده اشوفه. والله يا شباب بحاول اضربه بس مش المشكله، مش عارف اجيبه يعني. هرب مني للاسف وما عرفتش اصيده يعني وسط الاشجار دي كلها، لان الموضوع صعب وهو ممكن يستخبى بسرعه ومش هعرف اشوفه يعني. فخليني دلوقتي اروح عند النقطه الصفراء اللي هو عاملها لي على الخريطه ونشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. هي النقطه الصفراء تقريبا هي البيت ده، والبيت ده فيه حاجه احنا محتاجينها يعني. تمام دلوقتي خلينا ندخل بالراحه. والله يا شباب طلع واحد مستنيني. انا كنت هموت دلوقتي يا شباب، ومش عارف حرفيا على اخر لحظه انقذني اللي احنا كنا جايبينه معانا ده. اتاكد ان مفيش حد تاني في البيت يعني. خليني دلوقتي ادور في البيت واشوف بقى الحاجه اللي احنا محتاجينها دي هنعمل بيها ايه. لازم طبعا ادور في كل الادراج وكل الحاجات، واي حاجه الاقيها يعني ممكن تساعدني ممكن اخدها برضو عادي. زي ما انتم شايفين لقيت طلقات ولقيت حاجات برضو تفيدني. ممكن يعني ادور في البيت على حاجات كتير جدا يعني. بس في حاجه معينه هم طالبينها مني زي فلوس او حاجه، بس انا مش لاقيها يعني. عمال ادور اصلا بقالي ساعه ومش لاقي الحاجه دي. فخلينا نشوف ممكن في الصندوق ده. انا نفتحه كده. لا يا شباب دي طلعت ازازه عاديه فيها اليكسير يعني، ما فيهاش فلوس ولا اي حاجه. في سلاح هنا يا شباب ممكن ناخده، بس مش عارف بقى هينفع نستخدمه ولا لا. هو تقريبا حالته كويسه جدا يعني. وضاف تقريبا معانا في العجله بتاعه الويبنز. العجله بتاعه الويبنز دي اللي بيكون فيها الاسلحه كلها زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين عمال ينور هنا لان هو اتضاف جديد يعني دلوقتي، وممكن بقى استخدمه في الحروب اللي جايه وكده. تمام دلوقتي بيقول لي اعمل مينتين للسلاح اللي انا ماسكه دلوقتي. فلازم اعمل مينتين يعني ان انا اصلحه او احاول انضفه او اظبط من حالته شويه، لان زي ما انتم شايفين تقريبا مركون بقاله فتره كبيره، فما ينفعش يعني نستخدمه هو على الحاله دي. فخلينا دلوقتي ننضفه كده. في معانا يعني سائل كده بننضف بيه برضو الاسلحه عشان تحافظ على حالتها وهكذا. فدلوقتي احنا بننضف السلاح وزي ما انتم شايفين رجع كانه جديد يا شباب. ودلوقتي ممكن نستخدمه براحتنا يعني. خلينا كده نشوفه من الناحيه التانية. اه كده خلاص نضف ان شاء الله ونقدر نستخدمه براحتنا. دلوقتي برضو بيقول لي ان انا ممكن اعمل سيرش في المدخنه، لان تقريبا ممكن يكونوا مخبيين الحاجه اللي احنا عايزينها في المدخنه. ويب فعلا لقيت 600 دولار في المدخنه يعني. دلوقتي 600 دولار خدتهم كده وكانوا مخبيينهم هنا، ولا في الدرج ولا في اي مكان اصلا. بقالي ساعه عمال ادور ومش لاقي اي حاجه، بس لقيتهم يعني خلاص في المدخنه وخدتهم خلاص. في حاجات هنا على الترابيزه والله ممكن اخدها. فلوس برضو يعني، خدت 11 دولار و13 كمان. كل ده بيزود يعني من الفلوس اللي معايا. وطبعا ال 600 دولار اللي انا لقيتها مش هقسمها لوحدي، اكيد هقسمها مع افراد العصابه اللي كانوا معايا برضو يعني. تمام دلوقتي خلصنا المهمه الاولى، ودلوقتي ممكن نرجع المخيم بتاعنا ونعمل اي حاجه احنا عايزينها. بس كويس يعني قدرنا نخلص على عصابه الاودريسكرز دول ونخلص عليهم كلهم ونموتهم، واخدت منهم الفلوس اللي انا كنت عايزها يعني. احنا دلوقتي يا شباب ممكن نرجع للمدينه اللي قلت لكم عليها اللي هي فالنتاين، وهفرجكم كده على المدينه ونشوف الحاجات اللي فيها والحاجات اللي ممكن نعملها يعني في الحلقات الجايه. تمام يا شباب زي ما انتم شايفين ده مدخل المدينه وكده احنا يعتبر دخلنا يعني. في حاجات كتير جدا طبعا. الشارع ده تقريبا هو الشارع الرئيسي اللي فيه اغلب الحاجات. ده مكتب الاوفيسرز اللي بيكون فيه الشرطه، اللي ممكن مثلا نبلغ عن الجرائم او اي حاجه بتحصل ممكن نبلغ عنهم هنا في المكان ده. وطبعا في تجار كتير في المكان، وفي كمان مكان للاكل والشرب ومكان لقص الشعر. في كل حاجه موجوده يعني. فدلوقتي خلينا نروح ناكل بعد المهمه الطويله اللي احنا عملناها دي. خلينا ندخل المطعم كده، وزي ما انتم شايفين يا شباب هو ده المطعم اللي احنا ممكن ناكل فيه يعني. تمام دلوقتي ممكن نروح عند الطباخ ونطلب منه ان احنا ناكل. تمام دلوقتي عنده فود فيه ب5 دولار وفيه ب3 دولار، فخلينا ناخد الغالي اللي هو من لحم الخرفان. وبيتقدم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن ناكله وزي ما انتم شايفين كده اكلنا خلاص. وطبعا الاستامينا بتزيد والطاقه وكده عشان احنا لسه واكلين. زي ما انتم شايفين القلب على الشمال تحت بقى لونه اصفر، لان يعني الهيلث بتاعنا زاد لان احنا لسه اكلين دلوقتي. وزي ما قلت لكم في مكان طبعا لقص الشعر، والمكان ده موجود برده هنا جوه يعني، مش محتاجين نطلع بره. فخلينا برده ممكن نقص شعرنا كده ونغير شكل الشخصيه شويه ونشوف هنعمل فيها ايه. تمام دلوقتي زي ما انتم شايفين ممكن نقص الشعر او الدقن. طبعا الدقن مش طويله قوي يا شباب يعني، ممكن بس ان احنا نسيبها كده. لكن الشعر هو اللي انا حاسه طويل وممكن نقصره شويه يعني. والله في قصات كتير، وفي اصلا ان انا احلق خالص على الصفر. وطبعا ده كله تجربه يعني. انا كل ما اقلب في القصات بيخلينا نشوف القصه الاول نعملها بريفيو قبل ما ندوس عليها يعني ونشتريها، ونخلي الحلاق يعملها لنا وكده. طبعا مش عارف ازاي بس يلا ما علينا. تمام يا شباب والله الحلقه دي يعني اللي انا عجبتني بصراحه. حاسس ان هي يعني ممكن تكون منظمه وشكلها حلو كده، فممكن اعتمدها يعني. هي تمنها دلوقتي دولار و25 سنت. فدلوقتي دفعتهم للراجل وعملها لي خلاص، ودلوقتي ممكن اطلع بقى من المكان براحتي. تمام زي ما انتم شايفين ده النيو لوك الجديد يا شباب. والله النيو لوك تحفه يعني. ودلوقتي ممكن
ناخد الحصان بتاعنا. ايه والله ثانيه، ده مش الحصان بتاعنا، معلش معلش، انا اسف يعني. يا رب ما يكونش حد شافني وفكرني حرامي. والله شباب شافوني وفعلا فكروني حرامي، فدلوقتي خلينا نجري بسرعه قبل ما يمسكوني يعني. خلينا يا شباب ننهب بسرعه، لان في دايره حمراء زي ما انتم شايفين اتعملت على الخريطه، ولازم نخرج من الدايره الحمراء دي عشان الويتنس بتاعتنا تروح، يعني عشان علامه الونتد دي تروح، ونقدر نخش المدينه تاني بعد كده. وطبعا يا شباب الشرطه بيفضلوا فاكرين شكلي يعني لمده من الوقت، حتى لو علامه الونتد راحت، يعني ممكن لو رجعت تاني يفتكروا شكلي برضو ويمسكوني يقبضوا عليا. فلازم اقعد كده يعني فتره كبيره بره المدينه عشان يكونوا نسيوا الجريمه اللي انا عملتها، وبعد كده ممكن ارجع تاني. والله ما كانش قصدي يعني، ما انا شفت حصان واقف فكرته الحصان بتاعي، بس طلع لا يعني. وفكروني حرامي مع ان انا سيبته على طول. تمام، دلوقتي بيقول لي ان انت عشان ترجع المدينه تاني لازم تدفع الغرامه اللي عليك، واللي مقدارها 10 دولار. و10 دولار في اللعبه برضو مش مبلغ بسيط، لان احنا بنجمع الفلوس طبعا بصعوبه. فوالله يا شباب لعبه ريد ديد ممتعه يعني وكويسه، فلو انتوا حبيتوها ممكن تعملوا لايك على الفيديو ده، وتنزلوا تحت في الكومنتات تكتبوا لي ان انا اعملها سلسله ان شاء الله في القناه. وكده تكون خلصت الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى اشوفكم في فيديو تاني جديد قريب في لعبه ريد ديد او في العاب ان شاء الله غيرها. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل سبسكرايب. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.